معموله بالوان اخضر وابيض مع اضاءات LED، لان اكتشفوا ان العين البشريه بتشوف اللون الاخضر بوضوح من مسافات بعيده. نيجي بقى لواجهه البرج، هو متغطي بحوالي 98 مليون قطعه فسيفساء، وجزء كبير منها فيه اوراق ذهب عيار 24 تم تصنيعها باستخدام روبوتات مخصصه. وبعد ما اتبنى الهيكل وخلص، بدا التحدي الاكبر وهو بناء الساعه الاكبر في العالم، فارتفاعها حوالي 400 متر عن سطح الارض، وليها 4 واجهات، لكل واجهه محرك بوزن اكتر من 21 طن، بيشتغل بألواح الطاقة الشمسية جنب الشبكة الكهربائية، ومحركات دقيقة جدا لتقليل الاحتكاك، وغطاء من الألياف الكربونية لمقاومة الطقس، وتروس داخليه مصنوعه من البرونز والفولاذ لضمان دقه التحرك وتحمل الضغط. واكتر حاجه صعبه فيها كانت العقارب بسبب حجمها والرياح القويه، فتم تصميمها من الياف الكربون فايبر عشان تكون خفيفه جدا وفي نفس الوقت قويه، بطول 23 متر للعقرب الكبير و17 متر للعقرب الصغير. اما واجهه الساعه فهي مقعره شويه لحمايه العقارب من الرياح، وفيها انظمه تشغيل احتياطيه وعقارب بديله، وحجمها كبير لدرجه ان العاملين يقدروا يمشوا جواها وقت الصيانه. ومعموله بالوان اخضر وابيض مع اضاءات LED، لان اكتشفوا ان العين البشريه بتشوف اللون الاخضر بوضوح من مسافات بعيده. وتم استخدام اكتر من 2 مليون لمبه LED لاضاءه البرج بالكامل، وفي وقت الاذان وقمه الساعه بتنور ب 21,000 لمبه باللونين الابيض والاخضر، عشان يقدر اي حد يشوفها من على بعد 30 كيلو متر. قمه البرج بتضم قبه زجاجيه ومناره ذهبيه بارتفاع حوالي 90 متر، بتنتهي بهلال ضخم وزنه حوالي 35 طن، مصنوع من الالياف الزجاجيه والمعدن المطلي بالذهب، مكون من 3 ادوار ومزود بنظام اناره داخلي متغير الالوان حسب المناسبات، وبيضم اعلى غرفه صلاه في العالم. وطبعا رفع الهلال للمسافه دي كلها كان من اصعب واخطر مراحل المشروع بسبب الرياح الشديده، لكنه نجح في الاخر بفضل رفعات متطوره جدا ركبته قطعه قطعه عشان ينتهي المشروع ويكون النهارده رمز المكه والحرم ومركز للتوقيت الاسلامي، ويجسد تحفه معماريه تجمع بين الفن الاسلامي والهندسه الحديثه. وبكده نكون خلصنا رحلتنا في مكه المكرمه.